انا عروسه وفرح قريب وعايزه افتح جسمي كله، خاصه الاماكن الحساسه. علشان كده انا النهارده عملت لكم التبريمه المغربيه. والتبريمه المغربيه بتفتح الجسم كله، بتوحد لون الجسم يا بنات، وكمان بتفتح الاماكن الحساسه قوي، ومشهوره جدا في المغرب. واخواتي المغاربه يكتبوا لي كده في الكومنتات. عايزه اقول لكم كمان ان انتوا تقدروا تعملوا منها مشروع هايل جدا، هتاكلي من وراه الذهب وعلى ضمانتي انا الشخصيه. طريقتها سهله وبسيطه. صلوا على الرسول وسموا بسم الله وقولوا لي بتتابعوني منين، لان ده يا بنات بيساعدني جدا. اول حاجه حبايب قلبي هنجيب الصابون المغربي، وده متوفر عند كل العطارين وكمان محلات مستحضرات التجميل. انا جبت النوع ده وهو حلو جدا وخفيف زي ما انت شايفه كده. لو هتجيبي النوع التقيل هتاخدي معلقتين وتخففيهم بربع كوبايه من ماء الورد. طيب انا هنا اخدت 5 معالق من الصابون المغربي، واحط عليهم 3 معالق من السدر المطحون، وده بيفتح البشره جدا يا بنات وبيشيل الخلايا الميته. كمان هنحط 3 معالق من الرز المطحون، وهو مقشر هايل جدا وبيفتح برضو الجسم كله والاماكن الحساسه. هنضيف عليهم 3 معالق من النشا الذره الابيض العادي. عايزه اقول لك طبعا النشا غني عن التعريف. النشا بيفتح الجسم كله وبيفتح البشره، وكمان بيشد الاماكن اللي فيها ترهلات. هنا بقى هنبدا نقلب المكونات الجميله دي، ولسه في مكونات ما تروحيش في اي حته. ما تنسيش بقى اللايك والشير. هنا بقى يا حبايب قلبي عندي الكركديه المطحون. انا طحنت الكركديه وحطيت عليه سكر ونديته شويه بشويه ماء ورد، علشان بس كنت بعمل منه اسكراب. انتي بقى بالنسبه ليكي هتجيبي شويه كركديه مطحونين عادي جدا وبتحطيهم لوحدهم كده من غير اي حاجه. لو ما عندكيش كركديه تقدري تستغنى عنه خالص، ما فيش اي مشكله. هنضيف معلقتين من الحليب البودره، وده انا ضفته دلوقتي. تعالوا بقى نروح للمكونين الاساسيين. عندي هنا الكركم. الكركم ده بتجيبيه عيدان فريش من عند العطار وبتخليه يطحنهولك علشان ما يبقاش عليه اي صبغات او اي لون، وده يطبع في جسمك. تاني حاجه عندي النيله الزرقاء. النيله الزرقاء يا جماعه بتيجي قطع كده من عند اي عطار، وبتخليها طبعا بتبقى موجوده عند العطارين الكبار في مصر، مش عند اي عطار. وعلشان تتاكدي ان هي اصليه ونظيفه بتطحني منها شويه وبتحطيهم في الميه. لو ما لونتش في الميه تعرفي ان هي اصليه. بتجيبيها قطع وبتطحنيها وبتحطيها برضو على التبريمه القمر دي، ودي النيله الزرقاء الاصليه يا بنات. وهنقلب بقى التبريمه بتاعتنا القمر دي، بيبقى ده شكلها يا بنات، ولونها بيبقى مخضر سنه كده. عايزه اقولك ان هي هتفتح جسمك كله. طيب هنعصر عليها نص ليمونه، ولو انت جسمك حساس بلاش نص الليمونه دي. هنضيف 3 معالق كبار من ماء الورد، وهنقلب بقى كويس قوي. لو انت هتعمليها مشروع من بيتك لازم تمشي على الخطوات مظبوطه، هتاكلي من وراها الشهد بجد، هتكسبك دهب. ومشروع هايل جدا جدا يا بنات. ما تنسوش تدعولي. لو انت عروسه طبعا بتنفع لكل الصبايا. لو انت بقى عروسه ممكن تعملي منها كميه وتحطيها في علب وتاخديها معاكي وتاخدي بيها الشاور بتاعك. طبعا بتدلكي بيها الجسم كله بالليفه المغربيه بتاعتك، وبعد كده بتغسلي جسمك. بجد تحفه. كل ما تاخدي الشاور جربيها، هتفتح جسمك، هتخلي الاماكن الحساسه عندك بقت فاتحه وجميله جدا. بتنظف الجسم قوي قوي يا بنات. اخواتي المغاربه عارفين الكلام ده، تحياتي ليهم طبعا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وكل